استاذ احمد جلال مدير تحرير جريدة شوط، تاريخ سري في النادي الاهلي بيقول التعامل مع الكبار مشكله حسام البدري. هو الكلام ده احنا قلنا هنا من 3 اسابيع، وقلنا ان في مشكله وفي فجوه كبيره جدا بين حسام البدري واللعيبه الكبار، وبين اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين مفيش تناغم وتجانس بين اطراف وبعضها. كابتن حسام البدري والموضوع كبر بسبب موضوع الاعلانات اللي اتفجر اول امبارح ده. واعتقد ان المفروض ان كان حسام البدري يحسم مصيره بعد مباراه المنصوره، طبعا كان هيحسم مصيره بالتجديد. لكن لسه الموضوع هيستنى ما بعد ماتش الاسماعيلي، واللذيذ ان الماتش الاسماعيلي برضه هيحدد مصير خليفه عماد سليمان. عماد سليمان خلاص ماشي من النادي الاسماعيلي، وانور سلامه هو الاقرب وليس فاروق جعفر وليس محسن صالح. انور سلامه هو الاقرب لتولي المهمه. لكن حسام البدري من سيحدد وجوده من عدمه هو المظاهره الاحتجاجيه التي ستتم يوم الثلاثاء او الاثنين على الاقرب في مكتب ياسين منصور في الزمالك. جماهير النادي الاهلي عضو مجلس اداره السابق الناس طالبه منه ان هو يدعم الفرقه بصفقات قويه جدا، وان هو يجيب مدير فني قوي. اذا ما نجحت هذه الضغوط وعاد ياسين منصور الى حظيره الاهلي، حسام البدري هيسيب المهمه وهيتم تولي مدير فني جديد وليس مانويل جوزيه، عشان نبقى عارفين مانويل جوزيه لن يعود للنادي الاهلي.